ازيكم بنفس التيشيرت الصراحه لاني مش قادره اغير وما جبتش لبس معايا كتير. ما جبتيش لبس معاكي كتير يعني ايه؟ يعني انا مش قاعده في بيتي، انا مش قاعده في مصر اصلا، انا ازيكم يا اهل الامارات، انا في دبي وهعيش هنا لمده حبه كام شهر. المهم هنعمل بس كده نسكافيه مع بعض، بما ان البرنامج اسمه ما تيجوا نشرب حاجه فاحنا هنشرب بجد، علشان انا لسه صاحيه ولسه مصوره لكم الفيديو اللي فات انا صريحه. هنعمل نسكافيه وهنقعد نرغي عن حاجه كلنا بن كده. اوكي يلا هنبدا بايه؟ هنبدا بالنسكافيه. بس انا واحده بحب النسكافيه بتاعي كامل الدسم فل، يعني انا مش هحط ميه، انا هحطه كده على طول، هحطه شويه، احطه انا عايزاه نص كوبايه. ده لبن اسمه حياتنا، انا جبته لان هو كان موجود في السوبر ماركت. وهنحط النسكافيه عادي، ده من سيتي كافيه، ده جبته برده كان ارخص شويه. لسه كنت شايفه فيلم من كام يوم كده اسمه ذا بانشيز اوف اينشيرن، فيلم حلو قوي ومترشح في الاوسكارز ان هو ياخد احسن فيلم في السنه يعني كمان. المهم الفيلم ده بقى عباره عن ايه؟ عباره عن 2 صحاب في قريه صغيره، اسمهم ايه؟ واحد اسمه بادريا والتاني اسمه كولم. 2 صحاب يعني اعز صحاب. هحطه في الميكروويف واجي. المهم في يوم من الايام بيصحى عم كولم علشان يقرر ان هو مش عايز يبقى صحاب مع بادجر ده صاحبه تاني. المهم علشان ما احرقش الفيلم على اللي هيشوفه، كولم كان شايف ان صاحبه ده مش انترستنج، وكان شايف كمان ان هو مش بيضيف له حاجه في حياته، وده اللي خلاني اعمل الفيديو ده اصلا. هجيب النسكافيه. وادينا قعدنا يا جماعه نرجع لمرجوعنا، وتعالوا نبدا بالحاجات اللي مش هنختلف عليها، وهي ايه؟ هحاول افهمكم بالظبط قصدي من الموضوع ده. دلوقتي يا جماعه خلينا متفقين ان اي بني ادم هو عباره عن بيئته او الكوميونتي بتاعته، مش كامله طبعا ومش 100%، بس جزء كبير من الكوميونتي والبيئه بتأثر كده. انا الكوميونتي والبيئه بتاعتي والحاجات اللي حواليا هي دي اللي مخلياني بسنت، حتى لو مش 100%، بس هي دي اللي بتساعدني ان انا ابقى بسنت، هي دي انا دلوقتي. بس في بيئه معينه هي بنعتبرها ان دي حاجه مش بايدينا خالص، زي الاهل. انا لما نزلت من بطن مامتي انا ما اخترتش ان دي تبقى مامتي ودي تبقى بابايا، انا ما اخترتش ان انا اروح مدرسه ايه من وانا صغيره، كل حاجه من وانا صغيره او مخي اتكون عليها دي البيئه اللي انا ماليش ذنب فيها، سواء كانت حلوه او وحشه. بس خلينا متفقين ان كل دي حاجات بتشكلك من وانت صغير وبتاثر في قراراتك كبني ادم. فتقريبا ده اول 50% انت مالكش دعوه بيها، ال 50% التانية تقريبا كلها في ايدك. وهي بقى لما بنكبر الكوميونتي اللي حوالينا والناس اللي بنقضي معاهم وقت، طريقه الكلام بقى والهزار واللبس والاماكن اللي بنروحها، البرسبكتيف الصح والغلط ووجهه النظر اللي بتتبادل مع الناس كلها. اتمنى نكون لسه متفقين لحد دلوقتي علشان الخناقات جايه. بصراحه انا بصدق شويه او بصدق جدا الصراحه في المقوله اللي بتقول ان انت الافريج بتاع ال5 اشخاص اللي حواليك، اللي انت بتبقى سراوندد بيهم وبتقضي وقت معاهم طول الوقت. فخد بالك مين ال5 اشخاص اللي حواليك. طبعا انا عارفه كويس جدا ان في حوالي اتليست 3 جم في دماغي دلوقتي. ده عباره عن انت، اكيد مش كامله بس بالبساطه دي. هفهمك ازاي. معنى الكلام ده ان المفروض ان انت مثلا في اغلب المجالات، يعني اخلاق، رياضه، دين، ثقافه وهكذا، انت بتبقى اراوند يعني من ال5 انت رقم 3، يعني علشان رقم 1 عنده شويه حاجات اكتر، رقم 5 عنده شويه حاجات اقل، رقم 4 عنده شويه حاجات في النص. ولكن لو انت كنت رقم 1 في كل الحاجات دي في كل المجالات، اعرف ان انت مش حوالين الدايره الصحيحه، لان مش هينفع ان رقم 1 يكون عنده كل حاجه، انتوا بتكملوا بعض في كل الاشكال يعني. وانت كده مفيش حد فينا بيرفكت. وكده انا كنت عايزه اوضح انا شايفه مين هو الصاحب. بمعنى كلمه اصدقاء بالنسبه لي وجهه نظري المتواضعه هم ناس بتجمعك بيهم مبادئ اساسيه في الحياه، وبينكم المفروض يكون في مصارحه وحب وثقه. الناس دول لما تحكي لهم على حاجه بتبسطك بيتبسطوا لك من كل قلبهم، وبيبقوا واقفين في ظهرك لو انت بتبقى فيلينج داون، ويحسسوك انها حاجه كبيره وما يستقلوش بيها، ويكونوا متضايقين لك فعلا لو انت متضايق من حاجه. مش اللي هو شغل بقى احنا ندخل في كومبيتيشن، يعني ما انا حصل لي اسوأ منك، يا اسطى انت مكبر الموضوع، والحاجات اللي احنا المتخلفه اللي احنا بنشوفها. وده بالنسبه لي اصلا البير مينيمم، يعني احنا لسه مكملناش، لسه انا جايه لكم اكتر. فهل بقى البير مينيمم ده موجود في اصحابك اصلا، في ال5 على الاقل اللي حواليك؟ المصارحه، الحب، الثقه، ان هم يكونوا مبسوطين لك من قلبهم، ان هم يكونوا موجودين عشانك في الوقت الصعب. دي حاجات المفروض مش هنتناقش فيها، يعني لو محدش بيعمل كده معاك يبقى ده مش صاحبك كده. مش عايزين حد يعلي عليك، مش عايزين حد يضغطك، عايزين اللي يجي يبقى استفاده او يبقى بيضيف حاجه لحياتك حلوه، مش يجي ينقص منها، لان انت شخصيه كامله، انت مش شخصيه ناقصه. وانا شخص
بصدق دايما ان مثلا كل علاقه لازم بتلبي غرض معين، لازم بتلبي يعني مثلا تكمله معينه، احتياج معين. ومفيش مشكله الاحتياج ده بيبقى ايه بالظبط، يعني برضو ربنا بيبقى حاططنا في طرق بعض علشان نساعد بعض. فممكن حد يدخل حياتك يعمل مهمه معينه علشان مكتوبه لك ويخرج عادي، مفيش مشكله لو كان الاحتياج ده او النيد ده كان سواء مثلا انه مصلحه او انه متعه او انه صداقه حقيقيه. انا كل مشكلتي بيبقى مع الشخص اللي بيبقى شايف ان الثلاثه دول حاجه واحده، المتعه والصداقه الشخصيه والمصلحه، وبيبقى منتظر من اللي حواليه كلهم ان هو يقدموا ليفل ايه عنده، ليفل ايه من الاهتمام والتفاهم والجدعنه والاحترام والحب والصداقه والمصداقيه وكل حاجه. والمفروض بقى كمان عليك ان انت هتديهم كلهم نفس الحاجات دي. هفهمكم بقى قصدي في الحته دي بالظبط. خلينا متفقين ان الصداقه عمرها ما كانت بعدد السنين، والصاحب اللي ما حصلش بينك وبينه موقف يبقى هو عادي، علاقه مفيش مشكله. يا ريت تقلل من التوقعات بتاعتك من الشخص ده لحد ما يحصل موقف معاه، غير كده هننصدم كتير في حياتنا وياما انصدمنا. مش عشان احنا بنقضي وقت كتير ولذيذ وفن مع الناس وبنقعد على القهوه كتير مع اصدقائنا يبقى ده الصاحب اللي في ظهري. عادي ممكن يكون حد بالنسبه لي صديق الفن، صديق السفر، صديق القهوه، صديق البروجكت، صديق الكلام، صديق المحن. كل واحد في حياتنا ليه صديق معين. في صديق بيقوم بكل ده، بس انا متاكده 100% ان هو في عنده نسبه معينه مش هيقدر يقدمها. ممكن يكون عنده عيب معين مش بتستفاد انت منه. هحاول افهمكم اكتر واكتر كل ما اتعمق اكتر واكتر. وطبعا كلنا دايما بنحب ساعات كده تهف في دماغنا ونختبر ان احنا لما نختفي مين هيسال علينا، وده بيبقى على فكره جزء من الاختبار وبننصدم. عارفين بننصدم ليه؟ لان في ناس ما بنبقاش متوقعين ان هي اللي هتسال علينا لما نختفي وبيسالوا، والعكس. ودي حاجه يا جماعه كلنا مرينا بيها، وكلنا لما مرينا بمحن زي مثلا وفاه حد من الناس اللي قريبين مننا، ربنا يدينهم كلهم طول العمر يا رب، بتلاقي ناس واقفه وناس قاعده وناس مش موجوده وناس فكست وناس انت عمرك ما شفتها في حياتك دخلوا حياتك وقدموا اكتر ما عندهم. ولو فكرت لمده 5 دقايق مش هتلاقي ان دي حاجه غريبه الصراحه، لان المفروض مثلا ان اغلب اصحابنا يا اما بيبقوا من المدرسه، بيبقوا من الجامعه، ممكن يبقى في جيراننا، بس الاغلبيه بيبقوا من المدرسه من الجامعه علشان ده الكوميونتي اللي قعدت فيه سنين. في طبعا صاحب بيبقى اتعرفت عليه بالصدفه من حد. الصحاب اللي بيبقوا من المدرسه ومن الجامعه دول انت ما بذلتش مجهود قوي علشان تختارهم، دول بقوا اصحابك علشان على حسب ما كانوا معاك في انهي فصل، على حسب ما كانوا معاك في انهي سكشن، حتى لو ما كنتوش صحاب قوي بس على الاقل بتبقوا معارف او زمايل. وكده كده اصحاب المدرسه 3/4 بنقول ان هم ما يتعوضوش. بس اللي انا عايزه اقوله ان فلنفترض ان في جزء منهم بيتعوض. ما هو انت ما ينفعش تبقى قاعد في مكان حتى لو قعدت فيه سنين وتضطر ان انت تقنع نفسك ان كل الناس اللي حواليك دولت هيكونوا كويسين معاك، او كل الناس اللي حواليك دولت هم دول اللي هيعرفوا يستحملوك ويكملوا معاك. انت نفسك لشخص ما شخص مش هتعرف تفيده. والله يا جماعه انتوا لا تتخيلوا تاثير الناس اللي حوالينا بيبقى عامل ازاي وبيبقى كبير ازاي، بالذات يا جماعه لما بتعيشوا مع بعض بقى، بتسافروا مع بعض، بتقضوا وقت مع بعض، بتناموا في نفس الاوضه. الروتين بيختلف، الروتين بيأثر، الكلام بيأثر، طريقه التشجيع، طريقه الجولز. لو شخص ده طموح وبيحاول وبيحفرك غصب عنك في مخك اللاواعي انت هتعمل زيه. لو الشخص ده بيعمل خير او بيعمل شر غصب عنك برضه هتتأثر بيه. ومش انت بس لوحدك بتتأثر، هو كمان بيتأثر بيك. وعشان كده بجد فعلا لو عايز تعرف شخص لازم تشوف الناس اللي حواليه عاملين ازاي. ده مش 100%، انا عشان انا مش بحب التطرف فمش بقول ان 100% ده حقيقي، علشان في ناس بيبقى عندها قوه ان هي تختار طريقها بنفسها، وفي ناس بيبقى عندها قوه ووعي ان لو انا شفت حاجه غلط او حاجه وحشه انا همسك نفسي ومش هتاثر وهمشي وهحاول اشوف الحلو والكويس. بس انا بتكلم في الاغلبيه، ده مش معناها ان الاغلبيه لا، الاغلبيه بتاثر، وانا واحده من الناس اللي بتاثر جدا. كلنا عامه بنتاثر باصحابنا لما بنشوف حد بيعمل حاجه كويسه، بالذات لما بنحب. يعني الحب والتعاطف والحنيه والحاجات دي كلها لما بحب حد انا غصب عني بتاثر فيه، بيطبع عليا. عشان كده تلاقوا ناس كتير قوي الاخوات بيطبعوا على بعض، الصحاب بيطبعوا على بعض، المتجوزين بيطبعوا على بعض عشان هم بيحبوا بعض. فاللي هو غصب عنهم ان هو حتى طريقه الكلام، ممكن طريقه اللبس، طريقه الطموح، ممكن اللي هو انت شجعتني احقق حلمي، انت شجعتني ان انا اعمل حاجه، انا عايزه اكل هيلثي، انا بتاثر. ونفس الوقت بتاثر بالوحش. يعني لو انا مشيت مع حد بيعمل حاجات وحشه على طول وانا حبيته هبقى زيه. من الاخر اللي انا عايزه اقوله ان انتوا يعني you can't out perform الانفايرمنت اللي حواليكوا. يعني انتوا مش هتقدروا ان انتوا كل شويه ترفصوها، بالذات لو الانفايرمنت دي انتوا مثلا مرتاحين معاها او بتحبوها.
يعني عايز يجيلك برد، روح قضي وقت مع حد عنده برد والزق فيه عادي، مفيش مشكله. عايز يبقى مثلا عندك هابي اوبتيمستيك فيو للحياه، ويبقى عندك حاجه اللي هو زي التفاؤل والبوزيتيف انرجي، لازم تروح تقضي وقت مع الناس دي. عمرك ما هتقضي وقت مع ناس نكديه او بيحبوا العياط على طول، او هتبقى هابي اوبتيمستيك. يعني في شخص عامه، عشان بتقول طب ما انا ليه بتاثر، ليه انا ما اثرش فيه؟ انت ممكن تاثر فيه على حسب قوه الشخص. يعني ممكن انت الانرجي بتاعتك تبقى او طاقتك تبقى اقوى من اللي قدامك فتعرف تاثر فيه، والعكس على حسب. اللي انا عايزه اقوله ان اللي مدرك اللي هو ممكن يتغير او ممكن يخف، وكل الناس اللي حواليه عندهم برد، فده واحد بيعوم ضد التيار، فجود لاك بقى معاه. سلام عليكم. لا لسه مخلصتش. من الاخر كده you are what you consume. تاني you are what you consume، يعني من الاخر انت الحاجات اللي انت بتستهلكها واللي بتستعملها. يعني ببساطه كده لو انت حد بتحب الافلام والاغاني قوي، طبيعي هتكون شخص بتحب تروح السينما على طول، فانت بتستهلك فلوسك او وقتك علشان تروح السينما علشان انت بتحب الافلام. فطبيعي المعايير بتاعتك ووجهه نظرك او البرسبكتيف بتاعت الشخص، الكولنس بتاعتك بتاخده من الموضوع ده، بتاخده من الجزء ده من الافلام والاغاني. واكيد كمان هتكون عايز تصاحب الناس اللي شبهك مش اللي عكسك تماما. اكيد هتبقى عايز تقضي وقت مع ناس بتحب نفس الحاجات اللي انت بتحبها، لان يعني الحياه من غير مشاركه ملهاش معنى قوي الصراحه. يعني مثلا حوار ان يكون عندك عاده جديده وكويسه، ده مش حوار سهل خالص. يعني مش من السهل ان انت تصحى الصبح تقول انا عايز اقرا النهارده كل يوم. هو سهل، والقرار لو خدته بيبقى تمام وبينجح، بس بتبقى محتاج مساعده، بتبقى محتاج تشجيع، بتبقى محتاج مشاركه. فبيبقى اسهل بكتير لو اخدت القرار ده مع ناس بتعمل نفس الحاجه معاك. وعشان كده بيبقى فيه زي مثلا معسكرات للناس اللي بتخس او بتلوز ويت. بيبقى فيه مثلا بوك ستور، ناس بتروح كلها بتقرا مع بعض زي البوك كلوب. الحاجات دي كلها، يعني الحاجات دي كلها انت بتشارك نفس الانترست بتاعتك مع ناس بيشاركوا نفس الانترست، فالموضوع بيبقى اسهل ليك وبيبقى ممتع اكتر ومشجع اكتر ان انت تعملها. انت كبني ادم سوي طبيعي انك تبقى عايز تبقى احسن في حياتك وتكتسب عاده حميده وكويسه وتصلح من العيوب اللي عندك. وانا كل اللي جاي اقوله انك اسهل طريقه بانك تعمل ده انك تقرب من ناس اوريدي بيعملوا ده. انت زي كده ما تكون محتاج تستفز من حد انت بتحبه، اللي هو كويس، فانت كمان عايز تبقى كويس علشان تشاركوا نفس الصفه الكويسه دي. انا طبعا مش بقول ان الحوار سهل وبكره الصبح هتخبط في حد يعني في عادات اللي انت عايز تشاركها. يعني الحوار مش سهل خالص ومحتاج مجهود. يعني هو مش بيجي بدليفري، الصاحب مش بيجي كده بالدي اتش ال. بس انا كل اللي عايزه اقوله ان المجهود ده يستحق worth it جدا جدا جدا، لان فعلا حياتك ممكن تتغير 180 درجه بسبب شخص. وكلنا كتير قوي بنقابل ناس فعلا بيغيروا حياتنا 180 درجه للاوحش او للاسوء، وفي اللي بيغيروا حياتنا 180 درجه للاحسن. احنا عايزين بقى نقفش في الناس دي. وعلى فكره زي ما في ناس في حياتنا بتعمل كده، احنا كمان بنعمل في حياه ناس كده. وزي ما احنا بنبقى محتاجين ناس صحاب يبقوا كويسين وعندهم صفات حميده عشان نكتسبها، احنا كمان لازم نبقى اصحاب كويسين وناس كويسه علشان نخلي الناس اللي حوالينا يستفادوا مننا. عشان نبقى بني ادمين كويسين محتاج نكون حوالينا صحبه كويسه. احنا بنبقى محتاجين الدعم ده بجد، وزي ما احنا بنبقى محتاجينه لازم نديه. واللي انا عايزه اقوله مش كل الناس اللي بيدخلوا حياتنا وبيخرجوا منها بيبقوا فعلا وحشين. في ناس بيبقوا عاملين زي الروكت بوسترز. الروكت بوسترز دولت الحاجات اللي بتبقى ماشيه مع الصاروخ، ولما الصاروخ بيطلع في الفضاء بيسيبوه وبيمشوا، علشان مش كل الناس هتعرف تبوت اب مع الطاقه بتاعتك. ودي حاجه وحشه وحاجه حلوه في نفس الوقت، لان كل فيز وكل وقت في حياتك ليه صحبته. وطول ما انت بتتغير، طول ما هتبقى عايز تغير الناس اللي حواليك برضه، بس حاول تختار انك تتغير للاحسن وتختار الصحبه اللي حواليك. بعشقكم يا جماعه وبموت فيكم، وقولوا لي حابين نتناقش ايه بعدين.